السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبألف خير. كلها أيام ويدخل علينا شهر رمضان الكريم. ربنا يعود علينا وعليكم بألف خير وصحة وعافية يا رب. طبعا بنحتار في الفطار كل يوم، وكمان بالذات لو عندنا عزومات. أنا عايزة أقولك الوصفة دي تسجليها كده وتحطيها في حساباتك لفطار رمضان، وكمان للعزومات. حاجة كده تشرفك وترفع راسك قدام ولادك وضيوفك. النهاردة إن شاء الله هنعمل ورقة الفراخ بالخضار في الفرن بطريقة احترافية. بجد هتبقى إدمان بالنسبة لك لو جربتيها بنفس الطريقة. عمرك ما هتستغني عنها أبدا. هتكرريها في كل أسبوع كده مرة أو مرتين، بطريقة بسيطة وسهلة جدا، والنتيجة بتاعتها قمة في الروعة والجمال والطعامة. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقة والمكونات بتاعتي عبارة عن إيه. بس قبل اي حاجه نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم، والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف ورقه الفراخ القمر بتاعتنا النهارده دي عملناها ازاي، وطريقه التحضير بتاعتها كانت عباره عن ايه. نقول بسم الله. واول حاجه معايا فرخه منقوعه ومغسوله حلو قوي. عندي نص كيلو من البطاطس. عندي الخضار بتاعي 3 حبات من الكوسه، 3 حبات من الطماطم. عندي فلفل اخضر واحمر واصفر الوان متقطعين كده شرايح. عندي كمان جزرايه. عندي هنا بصلايه كبيره متقطعه جوليان. التوابل بتاعتي عندي فلفل اسمر، عندي ملح، عندي مرقه دجاج، عندي بابريكا، عندي ورق لوري مطحون، عندي معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، وعندي نص معلقه من القرفه. وعندي هنا هحتاج لمعلقتين كده من معجون الطماطم. انا هسيب لك كل المكونات في صندوق الوصف عشان برضو ايه لو نسيت حاجه هتكون واضحة قدامك في صندوق الوصف. اول حاجه هتعمليها هتجيبي البوله بتاعتك وهتنزلي بالطماطم والفلفل والبصل وعليها كل التوابل. هتبداي ان انت تدعكيهم كده بايديكي دعكه حلوه قوي. الخطوه دي بقى بتخلي الاكل ليه نفس وليه طعم وليه ريحه في منتهى الجمال. بتفرق كتير جدا في الوصفه بتاعتك بجد، سواء هي او الفراخ المشويه في الفرن. انا لازم بعمل الخطوه دي حتى لو صينيه بطاطس. تمام. بعد ما دعكتيهم دعكه حلوه قوي هتشيلي منهم كده حبة على جنب، وهقول لك هنعمل بيهم ايه. بعد كده هتجيبي البطاطس بتاعتك والكوسة والجزر وهتنزلي بيهم على الخلطة اللي احنا عملناها دي، وهتقلبيها حلوة قوي، وتسيبيها كده على جنب عبال ما نحضر الفراخ بتاعتنا. تعالي بقى الحبة اللي احنا كنا سايبينهم هتزودي عليهم معلقة من الفلفل الأسمر، ومعلقة من الملح، ونص معلقة كده من الحبهان المطحون. تمام. الخلطة دي بالتوابل دي في منتهى الجمال. هي الأكل عامة بتبقى توابل كده ونفس وطعم بجد. هتجيبي بقى الفرخة بتاعتك هتتبليها كده وتدعكيها دعكة حلوة قوي كده عند العظم وفي قلبها من جوه وبين الجلد. يعني انا عايزة الفراخ بتاعتي تبقى متبلة، مش لمجرد ان انا حطها على وش الصينية كده وخلاص. لا، انا عايزاها تبقى متنكهة كده بالتوابل بتاعتي، واخدة الريحة والطعم كده بتاعت التوابل. تمام. انا كده جهزت الفراخ بتاعتي وكمان الخضار. تعالي بقى نروح على البوتاجاز. واهم خطوات في الاكله بتاعتي النهارده، عندي الوك بتاعي فيه معلقه كده كبيره من السمنه ومعلقه من الزيت. تمام. هتبدأي أول حاجة، أول ما تبتدي السمنة والزيت بتوعك يسخنوا هتنزلي بالفراخ بتاعتك. أنا عايزة أدي الفراخ بتاعتي صدمة كده، وعايزاها كده تاخد تبقى لون المتحمرة. تمام. طبعا مش هتستوى أبدا ولا حتى ربع سوا. هي لمجرد إن هي تتشوح في الزبدة أو السمنة والزيت وتاخد اللون كده الحلو اللي هو لون التحمير. أنا عايزة أقول لِك الخطوات دي مهمة جدًا وبتفرق جدًا في الأكلة بتاعتِك، بتبقى طعمها وريحتها كده بتبقى مختلفة. بجد خطوات بسيطة بس بتفرق كتير في الأكلة بتاعتي. تمام. بُصّي الفراخ بتاعتي أنا قلّبتها كده على الوش التاني. بُصّي أخدت اللون اللي هي لون الشوي أو لون التحمير إزاي. طبعًا مش مستوية خالص. أنا لمجرد اديتها إيه، لون بس في الزبدة والزيت أو السمنة والزيت. تمام. هتبدأي بقى إن أنتِ تطلّعيها، وفي نفس الطاسة أو الحلة اللي أنتِ بتعملي فيها هتروحي نازلة بالخضار بتاعِك على نفس المادة الدهنية اللي أنتِ إيه، مشوّحة فيها الفراخ. شمي بقى ريحة الريحة بقى بتاعة الخضار وهي طالعة كده بجد روعة.
انا عايزه اقولك ان انت لو جربتي ورقه الفراخ بالخضار بالطريقه دي بنفس الطريقه كده وبنفس الخطوات، والله هتبقى ادمان بالنسبه لك. والله ما في اسبوع هيعدي غير لما تعملي الاكله دي. بجد حاجه كده وهميه، قمه في الجمال والطعامه والشياكه. وبصي حاجه كده بجد فاخر من الاخر. طبعا بعد ما اديتي الخضار بتاعك تشويحه كده، يعني لمجرد 5 دقايق، هتروحي نازله بمعلقتين من معجون الطماطم عشان تعزز لون الخضار بتاعي. انا مش هزود صلصه مضروبه في الخلاط ولا اي حاجه، هي بس هكتفي بمعلقتين معجون الطماطم. تمام. تعالي بقى لأهم خطوة عندي وهي التسوية. هتجيبي الصينية بتاعتك وهتبطنيها كده بورق الفويل. هتحطي ورقة زي ما أنا حاطة كده، يعني واحدة بالطول وواحدة بالعرض. تمام. بعد كده هتجيبي طبعا ورقة بتاعة الزبدة، وهتبليها بس إيه بلة بسيطة كده من المية عشان الخضار بتاعي والفراخ ما تلزقش فيه. هتنزلي بقى بالخضار بتاعك. بصي جمال الخضار عامل ازاي، والله الصينيه دي كده تتاكل، يعني تتاكل من غير ما تستوي. بجد حاجه كده بصي في منتهى الجمال. هتبدأي ان انت تساوي بقى الخضار بتاعك كده في الصينية عشان هتحطي عليه الفرخة. تمام. الفرخة دي لو انت عايزة تقطعيها 4 ارباع مش مشكلة، يعني سواء كده او كده مفيش مشاكل، بس انا حبيت ان انا اعملها ايه نصين. انا الصينية بتاعتي النهاردة او الورقة بتاعتي النهاردة مش هحتاج ليها نقطة مية. انا هعتمد اعتمادي الاول والاخير على البخار، تسوية البخار. عشان كده انا لفتها حلوة قوي بورقة الفويل وكمان الورق الزبدة. هتقفلي بقى الصينيه بتاعتك حلو قوي من الجناب، وبصي يعني تقفلي ورق الفويل حلو قوي على الفرخه بالخضار. تمام. اهم حاجه التقفيله دي عشان زي ما قلت لك اعتمادي في السوى على البخار. انا ما حطيتلهاش ولا نقطه ميه. هعتمد على على الميه اللي هتنزل من الخضار والفرخه، هي دي اللي هتسوي لي الاكله بتاعتي النهارده. هتدخليها الفرن بقى لمده ايه، هقول لك هتدخليها لمده ساعه وربع، ساعه ونص، يعني ما تطلعهاش اقل من كده. وعلى شرط النار بتاعتك ما تكونش عاليه، على اهدى درجه حطيها. يعني هتعلي عليها الفرن الاول، يعني اول ربع ساعه كده لغايه ما ابتدي الفرن يسخن. بعد كده هتوطي بقى النار بتاعتك ايه تبقى اقل من متوسطه، لغاية ساعة وربع هتطلع معاكي أحلى ورقة فراخ. حاجة كده وهمية. بجد الطريقة دي لازم تجربيها، وأنا واثقة ومتأكدة إن أنت هتعتمديها. جربيها بكل ثقة، جربيها وعلى ضمانتي. انا بقى كنت عامله جنبها كده حبه رز بالشعريه، وكمان بقى بتنجان كده مخلل، وكانت اكله زي العسل. بجد كانت في منتهى الجمال. بصي الخضار بتاعي دايب، يعني انا مش عايزه اقولك، مش هقدر اقولك كلمه غير ان الخضار بتاعي دايب من غير ولا نقطه ميه. بجد ما شاء الله. ورقه فراخ في منتهى الجمال والطعامه. تغيير بقى عن صينيه الفراخ اللي بالبطاطس اللي احنا اتعودنا عليها او اي طريقه تانية. انا عايزاكي تجربي الطريقه دي مره، هتبقى ادمان بالنسبه لك. والله العظيم 3 حاجه كده في منتهى الجمال والطعام. سهله وبسيطه جدا ومش هتاخد معاكي وقت، وهتنفعك في الفطار ايام رمضان، وكمان هتنفعك للعزومات. بجد حاجه كده فاخر من الاخر. جربيها وان شاء الله هتعجبك. الوصفة سهلة وبسيطة جدا، ما فيهاش أي غلبة ولا افتكاسات. جربيها وإن شاء الله هتعجبك. ونتقابل الفيديو الجاي على خير إن شاء الله في وصفة كده سهلة وبسيطة. أسيبكم في حفظ الله ورعايته. سلام عليكم.